إذا فتح معبر أبو الزنديان ما اعترفنا نحن بالنظام بعد ما قتل أولادنا وهجرنا واغتصب النساء والمعتقلين عنده لسه بالآلاف وأكثر من 10 مليون مهجر. فكيف بدنا نعترف فيه نحن وما في أي شيء دليل على أنه هو نظام معترف فيه عالميا؟ نحن ما بنعترف فيه، بنموت. نحن كان شعارنا من الأول الموت ولا المذلة، وبنموت نحن ولا بنفتح معبرنا. نحن ما حطينا التركي لا وصي علينا ولا قائد علينا ولا ممثل علينا، وكل القرارات اللي اتخذها التركي هو والروسي والإيراني مرفوضة رفضا قاطعا، ما بنعترف فيها ولا اعترفنا فيها بالسابق ولا بنعترف فيها حاليا ولا باللاحق بالمستقبل رايحين نعترف فيها بالمطلق. نحن أصحاب القرار ونحن أولياء الدم. نحن ما وكلنا حدا ولا أعطينا تفويضنا لا لتركي ولا لروسي ولا لإيراني ولا لقادات فصائل، لأنه ننفاضه ليكبر معناتها عم نعادي نفسنا، وثورتنا طلعت على حق وراحوا منا شهداء. الشهداء اللي راحوا بحسن التركي ولا القطري ولا هذا برجعنا نعيش حياة؟ ما بحسن. ونحن شهدائنا مكرمين عند رب العالمين ومكرمين عنا ما نبيع دمنا. عيب علينا نفتح هي القصة. المعتقلات بالسجون، عيب علينا نفتح معبر مع هذا النظام والمعتقلات والمعتقلين والشهداء عدم الشهداء نفتح معبر؟ والله معنانا نحن فاقدين كرامتنا. لا نقبل بأي مفاوضات فتح المعبر، لا يمكن، لا يمكن إلا إذا رجعوا الشهداء أولادنا واللي اغتصبوهن حتى يفتح المعبر على دمنا، ولا ما نسمح نفتح المعبر. نحن أول شيء المستفيدين من فتح المعبر هن التجار وهن أذناب المخابرات الأجنبية اللي نصبت هؤلاء الأشخاص كقادة وكممثلين علينا. أما الشعب راح يعيش في بوتقة الفقر، ما راح يستفيد شيء لا من الأتوات ولا من الضرائب ولا من الجمرك اللي راح يصير بين الطرفين. أكثر من هيك البضاعة راح تنفقد كثير من هون وراح ينتعش فيها مناطق النظام، راح يصير في اعتراف رسمي منا نحن ما بيننا وما بين حكم بيت الأسد. نحن هذا الشيء بنرفضه رفض قطعي وكلي. تجارة الكبتاغون، وجود موطئ قدم جديد لحكم بيت الأسد بمناطقنا نحن، محاولة غسل الأدمغة من أول وجديد للحاضن الثوري اللي يعني بعده لحد الآن عايش على الحياد، يعني رمادي، لأنه معنا ولا مع أنه بيت الأسد. فهذا الشيء كمان نحن بضرنا. نحن رفضنا لأنه نحن ثوار وعيب علينا نفاوض ونفتح معبر معنا، لأنه فتح المعبر إنه علاقاتنا كويسة مع الأسد، ونحن عدونا الأسد وعدونا كل شيء يدعم الأسد، لأنه اللي بدعم الأسد هو عدو للثورة. لو ما من برا خارجيا داعمين الأسد ما بقي أسد. وصار فينا يعني ناس حيشاكوا قادات انباعوا وينشروا وسلمنا هي وعمال هي وهذا وصلونا، والاخير اجينا التركي. التركي هو اكبر عدو للثوره السوريه باسم الثوره السوريه. هذا هو عدوك المبطن، لانه لو نعرفه عدو مثل ايران ما حطينا ايدنا بيده. هذا على اساس صاحب وصديق وطلع عدو، لأن المعبر إذا انفتح لصالح مين؟ للحرمية والنجاح وعدم الشرف. يعني الثورة إذا تستفيد منه شيء هتشتري سلاح منه؟ أكيد لا. وبعدين من كل الفصائل بحثوا واضربوا طلقة على الخنزير الأسد، لأنه مين عين؟ أبو خولة تورط ودخل تهدف، حكموه 5 سنين. سوا في ثوار وفي كذا وفي كذا، بس عبيد حاليا عند التركي. في له مصالح كثيره للتجار مصاصين الدماء لافراغ المنطقه من القمح وكل شيء غذائي في عندنا في المنطقه المحرر لصالح النظام. طيب فتح المعبر معناتها هي اول خطوه
في تسليم المنطقه للنظام عن طريق اجنده ثانيه، ولذلك نحن ثوار ولسنا معارضه. وبالنسبه لنا نحن ثوار في دم شهدائنا، والكلمه اللي حكيناها في الاول هي وما بدنا معونه من حدا ولا شيء. نحن ناكل ارضنا خصبه، نحن ارضنا خصبه والله بناكل تراب ولا نزداد انسان. ولذلك المعبر هذا بده يفرغ لنا المنطقه خيرات ارضنا اللي يطلعوها لبرا ونحن نبرك نتفرج عليهم. لا، هذا شيء عدم، لان دول هن مصاصين الدماء تبع المحرر.